تعال اعرفكم على دهشور. مكان بنسمع عنه ولكن ما نعرفش عنه حاجة. أهدى مكان في مصر. بصوا مفيش صوت خالص، مش مصدق ان الجمال ده بينه وبين القاهرة ساعة واحدة بس. قرية موجودة في واحدة من أهم وأكبر المحافظات المصرية، محافظة الجيزة. واحدة من أفضل القرى السياحية في العالم، واتشهرت بصناعة مصرية بقالها أكتر من 3500 سنة. السلة دي كانت بتصنع في مصر من 3500 سنة. مكان بنشوف فيه أصل الحياة الريفية المصرية، ولسه محافظين فيه على التراث المصري لحد دلوقتي. فالنهاردة خلينا نتعرف على المكان المختلف ده. تعالوا بقى أوريكم الحياة هنا عاملة إزاي. بدأنا الرحلة من القاهرة للجيزة، واحدة من أشهر المحافظات المصرية. وصلنا دهشور. صباح الصباح فتح يا علي والجيب ما فيهش ولا مليل. وقرية دهشور مشهورة بالحياة الريفية المصرية. احنا هنا فلاحين طبعا دلوقتي، زي ما انت شايف كده احنا في المزرعة هو يعني زرعنا كوسة وزرعنا فاصوليا وزرعنا قمح وزرعنا بطاطس، كل المحاصيل بقى اللي هي الفلاحي بقى، الزرع الفلاحي الحلو مسكر دي. المزرعة فيها تشكيلة كبيرة جدا من أنواع المحاصيل المتنوعة، الخضار. بصوا ده الخس، ودي كوسة. ودهشور كانت المكان المفضل للملك فاروق. كان موجود هنا الاستراحة بتاعت الملك فاروق، وكان في البركة بتاعت الملك فاروق برضو كانت موجودة هنا. ومش بس كده، وكانت مكان عاش فيه المصريين القدماء. احنا دهشور معروفة أثريا ومعروفة بأهراماتها الثلاثة اللي يمكن ناس كتير تعرفهم، ولسه تأثير المصريين القدماء موجود فيها لحد دلوقتي. انا في عطور ده غير مثلا دلوقتي في شهر 12 او اول 12 كانوا مسمينه جماعة الفراعنة بيزرعوا فيه كل الزرع. والقرية دي دلوقتي بقت مختلفة تماما، وبقت مشهورة بالسياحة الريفية ورحلات اليوم الواحد. من كل الدول الحمد لله بيجونا هنا في المزرعة الحمد لله. واحنا النهاردة زرنا واحدة من أشهر المزارع في دهشور اللي كلها معتمدة على الطبيعة. احنا حتى هنا المزرعة مصممينها على الطريقة البيئية، كل حاجة فيها طبيعية صديقة للبيئة، من خامات ورو ماتيريال طالعة من الطبيعة نفسها عشان تواكب الاتموسفير اللي احنا بنقدمه في الجو الريفي نفسه. كل حاجة في القرية هنا معمولة من الطبيعة. يعني مثلا بصوا الحمام كله معمول من حاجات طبيعية، وكمان جواه شجرة، بس مش شجرة عادية، دي شجرة ليمون. دي أصلا محطوطة هنا عشان بعد ما تعمل حمام وتخلص تشد واحدة قبل ما تغسل إيدك، تعمل كده، تغسل إيديك بقى تلاقي ريحتها حلوة جدا. يعني كمان بصوا الكراسي والترابيزات والسقف كله من الطبيعة، حتى باسكت الزبالة معمول من جريد النخل، كل حاجة تحط في مكانها. حتى الديكور اللي مزينين بالمكان عاملينه من قلل الفخار. احنا عندنا هنا في الريف حاجات كتير وزرع وخير كتير، احنا ما كناش نعرف عنه حاجة. المكان هنا حلو جدا. انا ام اسلام شغالة في المكان هنا ليا 5 سنين، نعمل كل انواع الاكل الريفي بتاع زمان على ايام امهاتنا واجدادنا، بنجدد زمان واكل زمان، فراخ، طواجن، رز معمر في الفرن، كوسة، كرنب، بنخبز هنا عيش فلاحي. ده العيش البلدي اللي احنا بنعمله هنا. وحلاوة الموضوع انك ممكن تشارك في عمل الاكل بنفسك. طب عليها ما تزعلهاش. بالراحة بس عشان انت شاطر. لا يا ام اسلام، اداني رغيف بايظ. ندوق بقى العيش اللي انا عملته. فاهموا 100. كل حاجة هنا فريش من المزرعة للترابيزة. فانت ان انت بتيجي تقطف الحاجه بايديك وتطبخها كمان على طريقه بيئيه على الحطب والفحم، فده كله بيديك في الاخر منتج يعني حلو جدا، يعني مميز ومختلف عن اي مكان تاني. ده المحشي اللي انا قلت لكم عليه بنسويه بالحطب او بالجريد بتاع النخل. وعشان كل حاجه جايه من المزرعه هنا، الاكل بصراحه طعمه حكايه. ندوق بقى الرز المعمر. لا بجد حلو. يومك بيمشي ازاي بقى هنا في القاهرة؟ يوم احنا بنيجي هنا مثلا الساعة 7 الصبح،
بنمشي المغرب. بنشتغل شويه ونقعد نستريح شويه. طبعا الصبحيه بنفطر نشرب الشاي. المهم عندنا الشاي دي طبعا حاجه اساسيه الصبحيه طبعا. الساعه 10 برضو بنشرب شاي بنعناع. بعد الظهر بنشرب شاي بليمون برضو. بنشكل كده طول النهار. دلوقتي بقى هندوق الشاي في دهشور من ايد عم محمد. لا طعمه حلو قوي. وكمان المزرعة فيها ورش عملنا فيها حاجات عجيبة ومختلفة. احنا اتكلمنا في مزرعتنا عن الغبيز والطبيخ، ودلوقتي احنا بنعمل ورش هنا. ده كده قرص بالعجوة، دقيق، سمنة، بيكنج باودر، فانيليا، وبنحط فيها العجوة، نطبق عليها كده، طبقنا عليها نروح قلبينها كده، وكل واحد بيعمل قرصة بيكتب اسمه عليها. وندخلها بقى الفرن. ريحتها حلوه جدا. تعالوا ندوقها بقى. طعمها حكايه. دي بقى يا حبايب قلبي اللي احنا اتكلمنا عنها، كور الطاقة. العجوة عليها سمسم وفول سوداني وجوز الهند، بنغلفها بجوز الهند والسمسم. نعمل لكم واحدة هنا. ندوق بقى كور الطاقه. دسمه جدا. الورش مش بنعملها ان هي ورش، بنعملها حاجات تلمس الجست من جواه، حاجه يعني ترجعك لذكرى معينه في حياتك، سواء مع اسرتك او حاجه عملتها انت زمان، بس بنعملها بالطريقه بتاعتنا احنا الريفيه، وفي نفس الوقت الطريقه التراثيه بتاعتنا. فده المقصود مثلا من ورا اكتيفيتي بنعملها في البرنامج بتاعنا. وبعدها خدنا جولة في المزرعة وتعلمنا ازاي نطلع النخلة. دلوقتي بقى هنطلع النخله. وطلوع النخل صعب جدا. يمكن هنا كمان تاريخ النخل اللي احنا شايفينه حوالينا ده معدي 80 سنه و90 سنه زرعوا جدود، فده بيديك عبق في التاريخ وعمق في التاريخ نفسه. هل بتمل من حياه الريف ولا بتحبها؟ بنحبها لان احنا عايشين فيها على طول. احنا لو رحنا القاهره يوم وحاجات زي كده بنتعب يعني من المواصلات والزحمه والكلام ده كليته. والمكان ده بتحس فيه براحة نفسية رهيبة، وطلع في سبب ورا الإحساس ده. الانسان مخلوق، كلنا مخلوقين من طين، تمام؟ احنا بنزرع هنا فين؟ في الطين. ده بيحسسك بشعور الراحه، وان انت رجعت لاصلك او الماده اللي انت اصلا متكون منها كانسان. فانت لما بتيجي في مكان زي كده بتنسى همومك وبتنسى مشاكلك، بتنسى ضغوط الحياه، مع الالوان الطبيعيه الخضراء اللي حوالينا كتير ديت، مع التربه اللي هي مرتبطه بينا. فالانسان دايما بيرجع لحنينه واصله في مكان زي ده. وبعدها حضرنا ورشة لنبات الحلفة. ده نبات اسمه حلفة، بنعمل منه مشغلات يدوية، وبنعمل منها نجف، وبنعمل منها حاجات كتير. هي الشغلانة الحرف اليدوية ديت فادتنا وفادت ستات كتير في المشروع، ان احنا نزود دخلنا ونعلم عيالنا. لسه من حوالي 6 شهور فاتوا واخدين احسن قرية سياحة ريفية على مستوى 26 على مستوى 28 قرية على العالم، احنا وسيوة. ده رجع مش عشان المزارات الريفية ولا البرامج السياحية اللي بنقدمها بس، رجع عشان دعم المجتمع المحلي في الصناعات التراثية التقليدية هنا. فانت في نفس الوقت بتاخد المجتمع بتاعك لنهضة اقتصادية، وفي نفس الوقت تغير من حياتهم المعيشية، وفي نفس الوقت بتعلمه صنعة ومهنة يقدر يكسب منها دخل. دلوقتي بقى هنعمل برسل حاجة هدية كده صغيرة من هجيبها الناس اللي بتجيلنا الجميلة. بجيب الحلفة، النبات ده اسمه حلفة، بروح حاطاه كده وبروح تانياه وبروح فتلاه كده. وكده خلص. اكتشفنا بالصدفه بعد ما طلعنا منه منتج ان النبات ده موجود من 3500 سنه في المتحف المصري، موجود منه بساقط وسليبر وصنادل. بس ما كانتش دي الصدفه الوحيده، الصدفه الاكبر من كده ان الحاجات اللي في المتحف المصري دي كانت طالعه منين؟ طالعه من اهرامات دهشور. فاحنا احيينا التراث بطريق الصدفه. وبكده رحلتنا في دهشور خلصت. الرحله دي كلها طلعتها مع استاذ خالد، من اوائل الناس اللي بدات الرحله دي على مستوى مصر كلها. فهسيب لكم بياناته في الديسكريبشن، لو عايزين تيجوا كلموه. دي بقى وسيله المواصلات اللي موجوده في دهشور، ولا ايه؟ شكرا جدا على الدعم.